وسام غزة هو روبوت مساعد يتفاعل مع البشر ومتتبع بشري ابتكره الطالب اليمني عبد الرحيم العليمي من محافظة تعز، وهو خريج ثانوية عامة السنة الماضية في محافظة مأرب. ابتكر الروبوت وسام غزة ولم يلتحق بالجامعة بعد. وسام غزة هو روبوت مساعد مفتوح المصدر، يعتبر من مشاريع الأنظمة المدمجة، ويستطيع القيام بالعديد من الوظائف من خلال تحديد الوظيفة ورفع الكود البرمجي المناسب له. فهو يستطيع تتبع الأشخاص والأجسام التي أمامه بواسطة الموجات فوق الصوتية الألتراسونيك والأشعة تحت الحمراء، وأيضا يستطيع التفاعل مع البشر والإجابة عن الأسئلة، وذلك من خلال ترجمة الكلام بواسطة مساعد جوجل عبر الإنترنت، وإرساله بواسطة البلوتوث موديول، وكتبه بلوتوث موديول مرسل مستقبل، ويتم الروبوت التعامل مع النص والإجابة عليه بالإجابة المناسبة حسب البيانات الموجودة فيه. ويستطيع الروبوت الرد عن جميع الاستفسارات والإجابة عنها، وذلك بالتعرف على الأصوات وترجمتها. وهنا الروبوت يمكن أن يجيب عند سؤاله عن غزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيف يمكنني مساعدتك؟ من أنت؟ مرحبا، أنا روبوت مساعد، اسمي وسام غزة. كيف يمكنني مساعدتك؟ تعرف غزة؟ غزة وما إدراك ما غزة خيرة الله من أرضه، ساق إليها خيرته من عباده، بها شهيد ينقذه، شهيد ويحمله شهيد ويصلي عليه، شهيد ويقبره شهيد. عجزت الألسن عن وصفهم وتناثرت العبارات بمدحهم، سطروا بصمودهم أروع الأمثلة، وبدمائهم اسماء أماني التضحية، وبمقاومتهم أفضل دروس القتال المعاصرة. حفظهم الله، ثبتهم الله، نصرهم الله، آواهم الله. وسام غزة لديه العديد من المزايا والوظائف، فهو يتتبع الأجسام والأشخاص باستخدام الموجات فوق الصوتية والأشعة تحت الحمراء، وأيضا يتفاعل مع البشر، وأيضا لديه نظام إنذار حرائق يتنبأ ما إذا كان هناك حريق بالمكان، ويستطيع أيضا التحكم به بواسطة البلوتوث، أو أن يكون ذاتي القيادة ويتخطى العوائق، وذلك حسب البرمجية المرفوعة له. وكما يمكنه تتبع الخط والعمل على مسار معين، ويمكن توظيف الروبوت كمرشد سياحي يرشد السياح القادمين إلى البلد، أو مستشار أكاديمي يوجه استشارات وتوجيهات للطلاب حسب البيانات المدرجة فيه، أو يمكن استخدامه في الاستعلامات في المرافق الحكومية والمطارات، وأيضا يمكن استخدامه في خطوط الإنتاج. وأيضا تستطيع قيادته من الهاتف باستخدام البلوتوث، وأيضا يستطيع قيادة نفسه بنفسه، ويستطيع تتبع الخط برسم له مسار معين مثلا للعمل في خطوط الإنتاج. أيضا يمكن أن يكون ذاتي القيادة ويتخطى العوائق، ولديه نظام إنذار حرائق. الروبوت وسام غزة متعدد الوظائف، يمكن استخدامه وتوظيفه كمرشد سياحي، أو في الاستعلامات في المرافق الحكومية والمراكز التجارية وغيرها. استغرق عمل هذا المشروع شهرين في تصميمه وبرمجته، وذلك باستخدام لغات برمجية مختلفة. ورغم أنه مصنوع من مواد كرتونية، إلا أنه جمع بين الأدوات التقليدية والتقنيات المتقدمة والإبداع في التصميم. أيضا من المشاكل التي واجهتني هي القطع التي أحتاجها في إنشاء هذا الروبوت. بحثت عنها هنا في محافظة مأرب، ولما لقيتها وتواصلت مع أحد أصدقائي في محافظة صنعاء، فقام بالبحث عنها ومشكور وإرسالها لي. وأيضا في كل مرحلة من المراحل، سواء في البرمجة أو في التصميم أو في إنشاء المشاريع المركبة، كانت تواجهني العديد من المشاكل، ولكن الحمد لله تخطيتها جميعا وحققت هذا النجاح. وأطمح في المستقبل القريب إن شاء الله في إضافة له وتطويره. ويطمح الطالب عبد الرحيم العليمي في تطويره قريبا وإضافة له تقنيات متقدمة أكثر في الذكاء الاصطناعي، وبلادنا تزخر بمثل هذه الإبداعات والابتكارات، وسوف تصبح هذه الأفكار ذات قيمة كبيرة بالمستقبل إذا ما تم دعمها وتطويرها والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، وحسن استغلالها لإحداث نهضة علمية في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وفي شتى المجالات المختلفة في بلادنا.